اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده ولغتنا الجديده. لغتنا النهارده عن لغه المسرح. طبعا كلنا عارفين من زمان ان المسرح دايما ليه قيمه كبيره جدا، قيمه الرمز الجميل اللي كان عظمائنا زمان ان هم اساتذه المسرح زي نجيب الريحاني، فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، كبار نجوم الكوميديا كانوا رمز ومن عمالقه المسرح. المسرح اتعودنا على روميو وجولييت، اتعودنا على هاملت، اتعودنا على عروض كان ليها دايما هيبة وليها جمهور عريق جدا، جمهور بيقدر المسرح وبيقدس المسرح وبيقدس العمل المسرحي. المسرح النهارده اختلف، بقى ليه جمهور تاني خالص غير الجمهور اللي احنا كنا بنشوفه زمان. جمهور المسرح بقى يتماشى مع لغة المسرح. لغة المسرح اللي هي أخويا هايص وأنا لايص، دوري مي فاصوليا، ربنا يخلي جمعة. بقى في ممثلين كتير مش ممثلين بيمثلوا في المسرح، بقى في مطربين مش مطربين بيمثلوا في المسرح. المسرح بقى شغلانة اللي ملوش شغلانة. ما بقاش الممثل القدير هو اللي بيقف على المسرح، هو اللي بيتعامل مع المسرح. دايما كل الفنانين الكبار بيقولوا ان المسرح اصعب بكتير جدا من السينما ومن الدراما. ازاي المسرح اصعب من كل ده؟ وازاي كل اللي ملوش شغلانه وكل اللي مش ناجح في الطرب ومش ناجح في التمثيل بيروح يعمل مسرح ويسمي المسرحيه اي كلام اي اسم وضيع قيمه المسرح. يعني دايما احنا في لغتنا الجديده بنحاول نرجع لورا شويه، بنبقى زعلانين ان اللغه القيمه اللي في حياتنا بتندثر وبتنقرض وبتختلف للأسوأ مش للأحسن. النهارده في حلقتنا معانا الأستاذ ماجد عبده، كاتب وناقد مسرحي. أهلا بيك معنا يا أستاذ. اهلا بيك يا فندم. أستاذ ماجد، اللي أنا قلته ده فيه حاجة غلط؟ لا، ده صحيح. هو التطور الطبيعي للحياه اللي احنا بنعيشها دلوقتي. للأحسن. في حاجات كتير المفروض ان التطور ده متطور للأحسن. المفروض انما في حاجات كتير قوي اندثرت في تراثنا، واحنا بقينا بنبص للغرب بشكل اكبر. ده ممكن يتماشى او يتناسب مع العادات الغربيه، حتى مش في المسرح بس على فكره، ده في السينما كمان. احنا في حاجات كتير قوي بتتناسب او تتماشى مع الغرب، ما تتماشاش معانا، ومع ذلك احنا بنطبقها. يعني بس مثلا احنا عمرنا في السينما، احنا بنتكلم ليه النهارده في المسرح؟ عمرنا في السينما ما قلنا، طبعا مع احترامنا لكل عظماء زمان الفنانين زمان، عمرنا ما قلنا ان السينما ليها هيبتها ولا السينما ليها قيمتها ولا الفن الافلام ليه مغزى معين او ليه قيمه معينه. دايما المسرح ما فيش ممثل كان بيقف على المسرح وبيقدم مسرحيه الا المسرحيه ليها هدف، ليها موضوع، الا الممثل ده ذو قيمه، ثقافه معينه. دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده، لان هو السبب ان القي على عاتق المسرح ان هو يكون ابو الفنون. المسرح بيشمل كل الفنون اللي حضرتك بتشوفيها. المسرح بيشمل فنون ادبيه، النص الادبي ده فن من الفنون، الشعر، الموسيقى، الغناء. فالمسرح بيشمل كل الفنون. حتى الاوبرا ظهرت في اواخر القرن في القرن ال17. تطور طبيعي يعني للمسرح الاغريقي، كان التطور للمسرح. حتى فن الاوبرا ده ظهر تطور للمسرح، فالقي على عاتق المسرح انه يكون ابو الفنون. ولذلك احنا دايما بنقيس بالاكبر، بنقيس بالمسرح، ولذلك احنا بنقيس على المسرح كده. النهارده احنا في الوقت اللي احنا بنعيشه ده، الموضوع بقى اقتصادي او مادي اكتر منه موضوع يهدف الى قيمه او يوجه توجيه لراي. وبما ان الموضوع بقى بيتحسب بالمكسب والخساره، فبقى امر طبيعي جدا ان احنا نحاول نوفر في الممثلين. كان بنلاقي اللوحه المسرحيه عليها او المنصه عليها مجموعه من النجوم يعني يثقلوا بالذهب. النهارده ما اعتقدش ان في منتج يقدر يجيب هذه المجموعه من النجوم يحطها ويجيب نص قوي، هتكلفه كتير جدا، وفي نفس الوقت مش هيقدر يكسب او يلم اللي صرفه، او على الاقل هيلم قليل. المنتج النهارده بيهدف الى الربح، فعايز اذا كان هيكسب 10 لا يكسب 100 و5 و200 و300 وهكذا. فهي الحاله الاقتصاديه اللي طغت على كل حاجه، بالتالي هي دي اللي ضيعت برضو القيم المسرحيه. انتهت امتى الحاله دي؟ يعني
الحالة الاقتصادية احنا عانينا منها من فترة قريبة، مش من زمان، لكن يعني على اعتقد يمكن اخر مسرحية شفتها كانت في الثمانينات، وكانت ملمة بنجوم عمالقة، اللي هي رايا وسكينة. تمام. اعتقد يعني حتى المسرحيات اللي كانت في الفترة دي برضو ما كانش فيها عدد من النجوم العظماء دول. تمام. كان فنانة شادية، فنانة سهير البابلي، الفنان عبد المنعم مدبولي، الفنان احمد بدير، يعني كان في مجموعة كبيرة جدا جدا من الفنانين الكبار. الاقتصاد والناحية الاقتصادية دي كانت متأخرة مع هلس المسرح، مع ضعف مسرح الدولة، المسرح الخاص، فبقى يتعامل مع انا مش هجيب نجم ياخد مني 100,000 جنيه في العرض المسرحي، او ياخد مني يوميا مبلغ معين، لا انا هجيب نجوم شباب هعملهم نجوم كبار زي النجوم دول. يمكن برضو غزو درامي، كل سنة يمكن اكتر غزو درامي بنشوفه في شهر رمضان. كل الفنانين والمطربين وناس في وظائف مختلفة، مش عايزة اقول وظائف تانية، يعني بقوا يمثلوا في الدراما، فبالتالي المسرح بالنسبة لهم ما بقاش له قيمة، ولا هيجيب لهم اللي بياخدوه في الدراما في شهرين 3 هياخدوه في يوم. تمام. وهكذا. وعارفة حضرتك الفجوة بدأت فين؟ هي الفجوة بدأت لأن جمهور المسرح ده جمهور من نوع خاص. الجمهور اللي فعلا بيروح ياخد تيكت للمسرح عشان خاطر يروح يتفرج على فكرة، ده جمهور من نوع خاص. الجمهور ده نفسه ما بقاش موجود، وبقى صعب ان هو يروح، لان النهارده حتى يعني حتى في السينما، حتى في الخروجه العاديه اللي اي اسره بتخرج مع بعضها، الموضوع ده بقى مكلف جدا. فجمهور المسرح اللي بيدور على فكره مش بالضروره يكون جمهور قوي اقتصاديا. النهارده تذكره المسرح بقت غاليه جدا، دي حاجه من الحاجات. بس ده بالنسبه للفنانين الكبار. لا، على فكره ده هو بالنسبه لكل الفنانين، تذكره المسرح بقت غاليه جدا النهارده. اصل النهارده بقت الكم الكبير جدا من القنوات الفضائيه، وده امر طبيعي، احنا يعني مش معترضين على ده، بس الكم الكبير جدا من القنوات الفضائيه اللي موجود دلوقتي على الساحه خلى ان اي نجم ولو كان حتى من انصاف المواهب بقى نجم. بقوا بيطلعوا النهارده القنوات اللي موجوده على الساحه عايزه تملى البروجرام بتاعها، فبالتالي ممكن تعمل اي فكره خفيفه كده وتطلع نجم، او تجيب مسلسل وتطلع وده يبقى نجم ولازم يتعمل له. وحضرتك لو تاكيدا على كلامي ان في رمضان في المسلسلات بتاعت رمضان اللي فات هتلاقي كل نجوم السينما موجودين، كل نجم بمسلسل. ما اتعملش مثلا اول مره السنه دي، يعني ظاهره تحدث، ظاهره غريبه. كل فنانين السينما، يعني احمد السقا عمل مسلسل، كريم عبد العزيز عمل مسلسل، محمد سعد عمل مسلسل، كل نجوم السينما وهم نجوم كبار. ده برضو التضارب الصيف، يعني الصيف تقريبا كان رمضان جه فتره الصيف، دي حاجه ثانيه، دي حاجه من الحاجات. هم كانت بتتحسب من الناحيه دي حاجه من الحاجات. فكل نجم من النجوم دي راح عمل مسلسل في رمضان، هل تعتقد ان هيقدر يشتغل في مسلسل وفي مسرحيه والى اخره؟ وطبعا كل نجم ما اتجمعوش مع بعض، يعني هل تعتقد ان ممكن يتجمع محمد سعد مع كريم عبد العزيز مع احمد السقا ويعملوا لنا حاجه قويه؟ ده صعب جدا، لان تكلفه الاجور هتبقى عاليه جدا، مش هتبقى، وكمان هيحتاجوا نص قوي جدا والى اخره من الحياه الاقتصاديه اللي احنا بنتكلم التدرج الطبيعي. فبالتالي بقى احنا بنضطر نجيب نجم ونحط جنبيه مجموعه من السنيده، ومجموعه السنيده دول يطلعوا يبقوا الموسم اللي بعده على طول يبقوا نجوم، وعايزين يعملوا مسرحيات لوحدهم، عايزين يعملوا مسلسلات لوحدهم ويعلوا اجورهم. وطبعا القنوات برضو الفضائيات بتساعد على الكلام ده للاسف. يعني حضرتك يمكن في مسرح الدوله بعض الشباب، او هدف الشباب دلوقتي اللي هو الجيل الجديد بيقدم فكره معينه، بيشوف بلده بتعاني من ايه وبيعرضها من خلال مسرحيه وليه جمهور. لا، هو انا عايز اقول حاجه، هو احنا عايزين برضو نفصل ما بين حالتين. في حاله كانت ما قبل الثوره، وفي حاله ما بعد الثوره. الحاله اللي كانت ما قبل الثوره هي كانت حاله برضو فيها تردي شويه يعني في كل حاجه فكريه، يعني في النصوص المسرحيه، في النصوص الادبيه، في حاله من التردي. في حاله بعد الثوره احنا بنحاول نواكب، فهتلاقي في ناس بتكتب على الثوره، وفي حدث نقدر نلتف حواليه. الحدث اللي حصل اللي هو الثوره والالتفاف حواليه بدأ يصنع جو من الحراك اللي موجود، الحراك الادبي. فده مش هيبان نتائجه دلوقتي، ده نتائجه هتبان
مستقبلا، مش هنقدر نحس بيها في الوقت الحالي ده. اما عن ان الشباب يحس ان هو بيقدم حاجه او الكلام ده، عمر الشباب لوحده ما هيقدر يقدم حاجه، لان النهارده عشان حتى المكان اللي بيتعمل فيه البروفا، يعني انا اعرف كثير من الفرق المسرحيه مش لاقي اماكن تعمل فيها بروفات، مع ان معاهم نصوص قويه ومعاهم ممثلين اقوياء، لكن مش لاقيين مكان يعملوا فيه بروفا، الا اذا كان في نجم هيبقى معاهم ولا حاجه، الموضوع هيختلف. هيبقى النجم ده هيجيب لهم المكان وهيبقى فيه سبورت ليه، او هو هيبقى سبورت ليهم في ان هو يلاقي لهم يطلعهم للضوء. انما للاسف كتير من الفرق بتاعتنا اللي موجوده، وفرق على فكره واخده جوائز في مسابقات، مش لاقيه مكان تعمل فيه حتى بروفاتها. طب احنا معنا فاصل من مسرحيه سيرتي الجميله والفنان الجميل فؤاد المهندس والفنانه شويكار، ونرجع نكمل حلقتنا من لغتنا الجديده.